السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة اجمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن، ني في ني، من غير تسبيك ولا تشويح بصل بقى ولا الكلام ده كله. هنعمل صينية بطاطس عظمة، تسوية بطاطس مظبوطة جدا، لون حلو قوي قوي، تسوية الفراخ تحفة، لون للفراخ برضو جميلة جدا جدا، وهديلكوا طعم للفراخ وتتبيلة حلوة قوي قوي قوي. يلا بينا نبتدي ونشوف معانا ايه. معايا وراك فراخ كده وسط، انا معايا وراك وسط، وكمان كان عندي وراك كبيرة قطعتها، الدبوس لوحده والفخدة لوحدها، ونقعتهم في محلول النقع وصفتهم كويس قوي. وبعد كده هتبلهم بقى بملح وفلفل وسبع بهارات وخلطة فراخ ومعلقة كبيرة صويا صوص ومعلقة كبيرة دبس رمان. وكان عندي كمان صوص الباربيكيو بيبقى حلو قوي قوي في الفراخ، فحطيت كمان معلقة باربيكيو. وهتبل بقى الفراخ بتاعتي كويس قوي قوي لحد ما الفراخ تتشرب قوي من التوابل ومن التتبيلة اللي احنا عملناها دي. هتبلها قوي كده واشبعها واشربها كويس قوي من التتبيله، وادخلها كده من ما بين الجلد واتبلها كويس قوي. وبعدين هسيبها بقى في التتبيله دي ساعتين تلاتة زي ما انت عايزه، لحد ما نجهز الصينيه بتاعنا ونشوف كمان ورانا ايه ونعمله على ما تكون شربت من التتبيله. اهو شكلها جميل زي ما انتم شايفين كده وحلوه قوي. هتسيبوها بقى وتركنوها على جنب كده ونجهز صينيه البطاطس. تجيبي بقى كمية البطاطس اللي انت عاوزاها واللي انت حباه، شوفي انت هتعملي قد ايه، وهتقطعيها بقى قطع كده زي ما انت شايفاها، ولا تكون رفيعة قوي ولا سميكة قوي، علشان تستحمل معايا سوى الفراخ وما تتهراش مني وتستوي قبل ما الفراخ تستوي. عايزة كله ياخد من بعضه كده من نفس السوى. عايزه سوى البطاطس يبقى زي سوى اللحمه، ولا البطاطس بتاعتي تكون مهريه ولا الفراخ بتاعتي تكون جامده قوي. هعملها بقى سميكه شويه كده عشان تستحمل معايا. وبعد كده هجيب بقى 3 بصلات صغيرين كده واقطعهم جوانح زي ما انتم شايفين. عايزه تخرطوهم صغير ماشي، عايزه تعملوهم حلقات ماشي، زي ما انت عاوزه التقطيع اللي تريحك. كل ده اصلا لما يستوي ما بيبانش في الصينيه خالص. جبت كمان قرن فلفل احمر كده رومي، وهقطعه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برضو خرط صغيرة جوانح طرنشات زي ما انتوا عاوزين. ومعايا قرنين صغيرين كده فلفل اخضر، وكمان قرن فلفل حامي. ده ما بيبانش خالص في صينية البطاطس، بس بيدي حرقية بسيطة قوي قوي قوي، يعني لو في اطفال هيستحملوها ان شاء الله. ومعايا كام فص توم كده برضو زي ما انت عاوزة، 3 4 فصوص كده، انا بحب التوم قوي في صينية البطاطس. خرطتهم بقى خرات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن، وهحط البطاطس وهحط البصل والفلفل والثوم اللي هما ني في ني كده، من غير تسبيك ولا اي حاجة، من غير قصدي ما نشوح البصل. وهنحطها فوق البطاطس، وهنجيب الفراخ بتاعنا اللي احنا تبلناها بقى ساعتين. وعندي بقى شفشق كده عصير طماطم، وهحط كمان معلقتين صلصة علشان يعززوا معايا اللون كده، ويبقى لون صينية البطاطس احمر كده وجميل. وكمان عشان عايزة الفراخ بتاعتي تبقى حمرا وتاخد لون حلو قوي كده. هتبل بقى صينية البطاطس بتاعتي، مع برضو مراعاة ان انتي حاطة في الفراخ ملح، يعني ظبطي الملح بتاعك واعرفي ان انتي حاطة في الفراخ ملح. فحطينا بقى كده ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وبابريكا، لو عندك كزبرة ناشفة حطي، انا ما كانش عندي. بس كده. وهنزل بقى بشوية زيت علشان اللمعة بتاعت البطاطس الجميلة دي، لان احنا عاملين كل حاجة ني في ني زي ما احنا قلنا. فهنحط شوية زيت صغيرين كده، وهقلب بقى الحاجات دي كويس او مع بعضها كده لحد ما كل الحاجات دي تاخد من بعضها كده، الفراخ تاخد من الصلصة والبطاطس تاخد برضو كمان من الصلصة.
والتوابل والدنيا كلها تتقلب مع بعضها كده كويس قوي. عندي بقى شوية شوربة هزود، ما عنديش شوية مية مش هتفرق خالص، لان الفراخ بتاعنا اصلا هتنزل الحاجات الجميلة بتاعتها دي في البطاطس، فهتدي طعم حلو قوي قوي. هنا بقى زودت شوية مية اهو، ما تكتريش عشان يعني ما تبقاش مية قوي ولا برضو تبقى ناشفة قوي قوي، لازم يعني عايزين فيها شوية صوص كده بسيطة علشان هنعمل جنبها رز. قلبتها بقى كويس كده، هطلع بقى الفراخ على الوش كده علشان تديني اللون بتاع يعني تبقى مشوية كده، وفي نفس الوقت كمان تبقى واخدة من طعم صينية البطاطس، فهتبقى حلوة قوي. حطها على الوش كده عشان تاخد لون الشوي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الصينية بتاعتي جاهزة، ادخلها بقى في الفرن بتاعي على الصاجة من تحت لحد ما تغلي كده وتنشف شوية، وبعدين اطلعها على تحت الشواية فوق تاخد اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. حطيت هنا على وش الصينية حتة زبدة بلدي تديني ريحة كده ولون حلو للفراخ، كمان هتدي طعم حلو قوي قوي في صينية البطاطس. خلاص كده الصينية بتاعتي جهزت بقى، ادخلها الفرن زي ما قلنا على نار عالية علشان تغلي على طول وكمان تستوي معايا. وبعد ما تستوي بقى طلعها تحت الشوايه تاخد اللون العظمه اللي انتوا شايفينه ده، كأنك شاويه فراخ متبلاه وشاويها لوحدها وعامله صينيه بطاطس لوحدها، بس الدنيا كلها واخده من بعضها. طعمها تحفه تحفه تحفه، وصينيه خفيفه قوي قوي ما فيهاش تسبيك للناس اللي تتعب من الحاجات المتسبكه وتقليه البصل والكلام ده. عملت بقى جنبها رز بالحبهان والمستكه جميل قوي قوي، ريحته تحفه. هبقى اعمل لكم فيديو شورتس عنه. جبت كده شوية زيت وحتة سمن بلدي ونزلت بكام فص حبهان وفصين مستكة وشوحتهم كويس قوي في الزيت لحد ما ريحتهم طلعت، وحطيت الرز عليهم وشوحته كويس، وبعدين نزلت بالمية المغلية وبس كده والملح، وخلاص كده احلى رز بالحبهان والمستكة ممكن تاكليه. تحفة، طعمه جميل، ريحته تحفة. هنا بقى الفراخ بتاعتي والبطاطس قدمناها هما على الرز، شكلها جميل جدا جدا. البطاطس زي ما انتم شايفين كده مش مستويه قوي، حلوه قوي قوي، والفراخ تسويتها مظبوطه جدا جدا جدا، وشاربه بقى من التتبيله كده بتاعه الفراخ، وكمان شاربه من تتبيله صينيه البطاطس بتاعه الصلصه والتوابل اللي حطيناها، والدنيا كلها كويسه قوي زي الفل. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو